لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1432 لەوانەکانی قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين وتا الذين فرقوا القرآن أجزاء أوانيكوا قرآن بيروزيان كرد بشبش وافتروا عليه الباطل دروين هالبستا بنا حق برامبر بقرآن بيروز هنديق لوان قوتيان شعر هنديق لوان قوتيان سحر هنديق لوان قوتيان كهانو فالقروية هنديش قوتيان أساطير الأولين. بل خوشوستان كواتا أوانيكوا جعل القرآن عظين أي مفرقا واتا قرآن كرد بشبش لأن المشركين فرقوا أقاويلهم فيه لو بوشي وصف ذكرين لو المشرك كان قرآن بشبش كر ياخذ آراء إخوان برامبر بقرآن بيروس بشبش كر هندي قوتيان دروي هندي قوتيان سحرة إلى آخره. ديار أو كلميش لا أوي هاتي وكو ضليم عضيت الشيء تعضية أي فرقته كواتا أي فرقته كواتا كشتك دل عضيته تعضية واتشتم كرده أو فلانشتم كرده بشبش إتر أوي كوابوشي وي ليتشان دايتوا وكو قرطبي ابن عاشور بوشي وي ليتشان دايتوا الذين جعل القرآن عظيم وتبرانبر بقرآن بيروس آرائيا بشبش بو. وقيل الذين جعلوا القرآن عظيم جملة منفصلة عما قبلها هندي شي دالين كواتا قربلين جعل القرآن عظيم وهر لدواي آت كبيشو تردي كما أنزلنا على المقتسمين مقتسم شين الذين جعلوا القرآن عظيم قرآن كذا بشبش هندي دالين أصلا أو جملة شي سر بخويا زيالة ويبيشو تر على معنى إنذار الذين جعلوا القرآن عظيم بعذاب مثل الذي نزل بالمقتسمين كاتب معناي وكجملة شنوه إنذار ترساندني أو كساني كقرآن بيروز كرديان بشباش بعذابك بيان ترسينا هروك أو عذابها تسر مقتسمين وكو ابن جرير وادله. وقيل هو مبتدأ هذا يجدلين أو مبتدأ الذين جعلوا القرآن عظيم خبر كيتيا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كواتا أو دؤاتي كالدواي دادي خبري أو آتي كوا أوي استال خزمتي داين أويان مبتدأ خبركي تشينا أواني كوا جعل القرآن عظيم لا خبركي دادي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أي من التقسيم فنجازيهم عليه كواتا عما كانوا يعملون تسيان ذكر تقسيم القرآن بيروزيان ذكر فنجازيهم عليه سزايان دين لسر أو تقسيميان وكو قاسمي أو هذا له الذين جاء القرآن عظيم مبتدأ خبر كشي فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. ابن الجوزي له الذين جاء القرآن عظيم في المراد بالقرآن قولان ما بس لو في الذين جعلوا القرآن عظيم أو قرآن كل يقدريته للمفسرين بدوش شيء يقدريته هندك دلين إنه كتابنا وهو الأظهر وعليه الجمهور ما بس لو قرآنك أو كتابك لا لبقوا أمتهاتي لرجاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم كجمهور علماء دلين الذين جعلوا القرآن عظيم ما بس لقرآن أو قرآنية
هەندێک دەڵێن ئەن المراد بكتب المتقدمين قبلنا كتابي پێشووتر هەر کتابێکەوە هاتی بتە خوارێ هەر پێدەگوتی قورئان باعتیبارەوەی کەوە کتابە و دەخوێندرێتەوە کەواتە ڕێی دووەم ئەوەیەکەوە الذين جاء القرآن عظيم کتێبەکانی پێشووتر. ابن عاشور دەڵێ والقرآن هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علما لكتاب الإسلام. عيني تفصيل بودو قولي ده دەڵێ جائزە قورئان لێرەدا بە مانای ئەو قورئان و ئەو کتابێکەوە لە ئەو ئومەتەی ئیسلام هاتێکەوە لە ڕێگای پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم پێمان گەیشتێ. ويجوز أن يكون المراد بالكتاب المقروء احتمالش بە مانای ئەو کتابەی بێ کە مەقروء خوێندراوە لەو حاڵەتەی فيصدق بالتوراة والإنجيل تەورات و ئینجیلیش بەو اعتبارێکەوە کتابی مەقروءن پێیان دەگوترێ قورئان. وقال أيضا والمقتسمون يجوز أن يراد بهم جمع من المشركين من قريش. اینجا دەڵێ مقتسمینیش کەوا لە ئاەت پێشووتر هاتیە احتیمالە بۆ مانای بێ کۆمەڵێک لە مشریکەکانی قڕەیش کەواتە فيكون المراد بالقرآن مسمى هذا الاسم العلم وهو كتاب الإسلام. کەواتە مقتسمەکان چێنە کافرەکان قڕەیشی مەبەست لەو قورئانێکەوە لەو ئاتەش باس کرا ئەو قورئانەیەکەوە لە بۆ پێغەمبەری مەهاتی صلی الله عليه وسلم. ويجوز أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب احتمالش بو معناش به كوا ما بس لمقتسم كان أو طائفاني أهل كتابا أو أن كوا قسموا كتابهم أقساما كتاب كان خوان كذا باش منها ما أظهروه ومنها ما أنسوه هندشان بيان كل بو خلشي بدياريان خص هندشان لبير خلشي بردوا شارديانو فيكون القرآن مصدرا أطلق بمعناه اللغوي. لو حالتي كاتا قرآن بمعنى مصدر كيدي يعني بمعنى مصدر دي بمعنى لغوي كي مقصودة أي المقروء من كتبهم أو أنك هذا خوين دريته بيقولي قرآن كاتا أهل الكتاب توراة وإنجيل كان هندشان لبو خلشي بيان كرد هندشان شاردو لبير خلشيان بردو أو قسموا كتاب الإسلام هل أهل كتاب مقصودة لبروي أو كتابك وقرآن بيروز لبو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دابز لبو أهل إسلام عيني جولكو ديان درباري أو قرآني بشبش بون ياخذ بشبش ياكر منه ما صدقوا به وهو ما وافق دينهم أو إكوا موافق بلغل دينك إيوان باوريان بذكر ومنه ما كذبوا به وهو ما خالف ما هم عليه وهندشان بي وراست نية أو بتابتي أو بابتاني كوا مخالفي أو عقيدة باطلة أو عندك. وعلى الوجهين المتقدمين في المراد من القرآن في هذه الآية كواتل لسر أو دو زي كواليك دراو كما بس للقرآن لو آتتسية فالمقتسم الذي جاء القرآن عظيم كواتا بودو وجهه لك دانويا. المقتسمون الذي جاء القرآن عظيم تشينا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى جولكو ديانا أواننا مقتسمين سبرانبر بكتاب خوا سبرانبر بقرآن كي إيما لبروي فهم جحدوا بعض ما أنزل إليهم من القرآن أطلق على كتاب القرآن لأنه كتاب مقروء كواتا هم دربار كتاب كي خوان كوا بش يانكر هندێک کەوەیگە بابڵین هەندێکیان بە دیار خست و هەندێکیان شاردەوە هەندێکیان شاردەوە تاوەکو خەڵکیش ئیمانی پێنەینن و هەر وەکو خۆی گەورە سوبحانەهو وتەعالا دەفەرمی لە سوورەتی الأنعام تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ئیتر بابڵین کردوبیانە باش هەندێکیان بە دیار دەخست و هەندێکیان دەشاردەوە بەرامبەر بە کتابەکەی خوان فكانوا فيما كتموه شبيهين بالمشركين فيما رفضوه من القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كواتا أهل كتابش هاو الشيوي مشركة كان بويكوا هنديتشان لقرآن رفض بو أو يكلبوا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دابزيا وهم أيضا جعل القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عظيم. بهمان شيوي أهل كتابش برامبر بو قرآن لبو بيغمبري إيماج دابش صلى الله عليه وسلم عيني ها إيمانيا بهنديك أبو أو يكوا لقال حالو بابلين ئەوەی کەوا لە بەقایدینیان مابوو دەگونجا و ئەوەی کەوا لەگەڵ دینی ئەوانش ناگونجێ لەگەڵ واقعی ئەوان ناگونجێ
ئەوان بە درۆیان دەزانی ئیتر بەو شێوەی کەوا هەردوو لا مەطلوبە والله أعلم. ومن قال بهذا المعنى أوي كوا بۆ شێوەی لێکداتەوە کەواتە زیاتر مقتەسیمەکان با بڵێن ئەهلی کتابن کەوا فعلا کتابی خۆیان و قورئانی پیرۆزیشیان بەش کرد. ئەوەی کەوا بۆ شێوەی لێکداتەوە وەکو ئیبن جەریر و ئیبن تەیمیە و ئیبن القەیم و سەعدی و هەروە قەتادە و ئیبن زەیدیش لە سەلەف. ئیبن تەیمیە بە شێوەیەش کەش لێ دێداتەوە دەفەرمی کاتێکەوە خۆی گەورە دەفەرمی جعلوا القرآن عضين أي قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه كواتا دفرمي كما أنزلنا على المقتسم الذي جعل القرآن عضين واتواني كوا قرآن بيروزان بشكر إيمانيا بهندكنا وهروها كفريا بهندكر وكل بيان تلبيس الجهمية لمدر بازكا أيثر ابن تيمية وهاي لقداته وهروها واختاره ابن كثير في تفسيره ابن كثيريش أو هاي لقداته كوا فعلا أو أنا باز لو كسانيكوا إيمانيا ببشك للقرآن هي كفر ببشك للقرآن دكن وهروها قولي ابن عباس دين لسر أو لقدانوي بقاعدة لي لما ذكر ما التحم بقصة أصحاب الحجر المقتسمين على قتل رسولهم كاتك والآت كان بيشوتر خواي قول باسي لأصحاب الحجر كر أواني كوا سوين ديان خواردبو لسر بيلان دانان لبو كشتني بيغمبركان وختمه بالإنذار الذي هم أهله وهروا لدواي أوان خواي قول فرمان ببيغمبرك صلى الله عليه وسلم كوا بهموان رابقين بباوركان إني أنا النذير المبين عاد إلى تتميم أمرهم دیسان ئاتکان دەگەڕێتەوە باز لە تەواوکاری کارەکەی ئەوان دەکات فشبههم بمن كذب من هذه الأمة ئیتر ئەوانیان شوبهان خی گەورە ئەوان دەشبهێنی بەو کەسانەی کەوا لەو ئومەتەی عینی با بڵێن ئەو ئومەتەی کەوا ئیسلام و قورئانێ لێ هاتیە کەوا بە درۆی دەزان ئەوانی شوبهان بەو کەسانەی کەوا لەو ئومەتەی عینی مووقفیان هاوشێوەیە دفرمي فقال أي كما أي كذب أولئك وآتيناهم آياتنا هروكو أواني أو أمته أواني كوا بدرويان زانية أو آتانا باوري بينا كان فأعرضوا عنها إتر بشتيان تيكرديا ففعلنا بهم من العذاب ما هم أهله إتر عذاب ماندان بو عذابي كواوان أهل شاستن بو أهل لبو عذابي مثل ما أنزلنا أي بعظمتنا من الآيات على المقتسمين هر وكو بعظمتي خوان خواهي قرد فرمي أو آتانا من دابزان لسا المقتسمين أي مثلهم من قريش هر وكو لبو قريش من دابزان حيث اقتسموا شعاب مكة ئەوانەی کەوا دۆڵەکانی مەکەی قوڕەیشەکان ئەوانەی کە دۆڵەکانی مەکەیان بەش کردبوو یونەفیڕونە الناس عنک ئەوانەی کەوا دۆڵ و ڕێگاکانی مەکەیان بەش کردبوو هەرێکیان لەسەر ڕێگایەک ڕادەوەستا تاوەکو خەڵکی مەنع بکانەگاتە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وهروها ويفرقون القول في القرآن وهروها دەربارەی قورئانیش عینی ئەنواعی قەولیان هەیە قول مفرقيان هي قول جوازيان برامج القرآن فلا تأس عليهم لتكذيبهم وعنادهم مع رؤيتهم الآيات البينات إتر خفتيان لمخو يا رسول الله لبوي كاتك وان بدروي دزانن كاتك وعنادي دكان لقل بينيني هو آت معجزاتاناش فإن سنتنا جرت بذلك في من أردنا شقوته إتر خواهي قد فن سنتي إيما أبو الشوي هاتي لبو كسانك كبماني بدبختيان بكين وكو قوم صالح ثم قال الذين أي مع أنهم تقاسموا على قتلك هر وكو عيني سوين ديان خواردية لسر قتل كشتنيتو واقتسموا طرق مكة للتنفير عنك هر وكو بهماشي ورقاكاني مكان توزيع كردية لبوي خلشي ريقري لبكن نقنا لايتو للتنفير عنك جعلوا القرآن بأقوالهم عظين وهروها برامبر بقرآنش
عيني قول مختلف يعني هندق دين السحر هندق دين الشعر هندق دين أساطير الأولين أنزلنا عليهم آياتنا البينات إثر إما آيات من كزور بروني لبيان دابزاندية فأعرضوا عنها إثر بشتان تكده واشتغلوا بما لا ينفعهم خريش يتسنى خريش اشتاني كان كوا عنادي دكن يتدأب أولئك أو طبيعة أهل كفرة فليرتقبوا مثل ما حل بهم ديبات صاروان بن هر وكتيب سر أوان هات ومثلهم كل من تكلم في القرآن بمثل ذلك مما لا ينبغي من العرب وغير إتر همو كسيك كأو موقفي برامبر بقرآن بيروس لعرب ولغير عرب بات صاروان بأوي كوا بسر أواني بيشوتر تسيان لي بسر هات أوانيش بهمان شيوة أو هايان لي بسر دي والله أعلم. بخاري لا حديث ذا كوا إمام بخاري دجرته ابن عباس خوا يقول لخوي بابي رازي بدا فرمي قال هم أهل الكتاب أوانا شينا على جاء القرآن العظيم أوانا أهل الكتاب جزأوه أجزاء قرآن يا كتاب خوان كتسان بشك فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه إيمان بهندكنا كفريا بهندكنا كفريا بهندكنا يعني قول الله تعالى الذي جاء القرآن العظيم بويكوا فعلا إيمانيا بهندكنا كفريا بهندك كرديا وقلت من أهل كتاب برانبر بكتاب خوان ما بوينا وبرانبر بقرآن بيروس وهروها مانع إجنية هر كسيك أو صفتي لسر زيبا زيبيتن كخواي قورد فرمي قرآن بيروز وكتاب خواي قوري باش كرديا إيماني بهندكنا كفر بهندك دكا بهمان شيء معرض لبو أو عذابي كوابسر أواني بيشو ترهات كأو موقف يعمل برانبر بكتاب خواي قورا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون